بنات الناس ما تنداس يا ناس. ولو اي راجل بشنبات فاكر نفسه ذكر، اياك يا ذكر تفكر ان انت تهين اي بنت من بنات الناس، ولا تستضعف اي بنت من بنات الناس على اساس انها غلبانة ولا ملاش راجل يحميها. انت ساعتها ما بقتش راجل، انت ما بقتش راجل ساعتها اساسا. ما بقتش راجل بشنبات، مش كده ولا ايه؟ وبعدين عايز اقول لك حاجة، ما الصرصار، تعرف الصرصار؟ الصراصير يعني، الصراصير يعني، ما الصراصير عندها شنبات اطول من شنبات الرجالة، مش كده ولا ايه؟ يعني لو الرجولة بطول الشنبات يبقى الصراصير ارجل من 100 راجل بالشنب، مش كده ولا ايه؟ في الاونة الاخيرة انتشرت كل يوم والتاني بتلاقي جريمة تحرش بأي بنت من بنات الناس، وكأن بنات الناس دولت طيور، وكأن الرجالة اللي بشنبات بقوا صيادين طيور. وكل راجل، كل ذكر فاكر نفسه ذكر يعمل فيها راجل ويصطاد اي بنت من بنات الناس. تعالوا المدارس عندنا هتلاقوا بنات الناس كتير غلابة، والله يعني كتير غلابة ومتربين زيادة عن اللزوم. والله العظيم يا بشر وحياة عناية يا بشر، في بنات من بنات الناس والله العظيم لو حد فكر يهنا بكلمة مش هتقدر ترد عليه، هتحط وشها في الارض من الخجل والكسوف. فيا كل رجالة مصر احترموا نفسيكم شوية، احترموا نفسيكم شوية. وانا احمد جلال قسما بالذي رفع السماء بلا عمد، انا خدت العهد مع شهد ورضوى وسهيلة وصفاء وروان وردينا ويوستينا واسماء حافظة القرآن، قسما بالذي رفع السماء بلا عمد اي حد يتعرض لاي بنت لو اديه في 60 داهية.